تعالوا بنا لنتحدث في هذه اللحظات عن تلك المرحلة التي يتطلع إليها الصغير والذي يتمنى الكبير لو أنه عاد إليها. هذه المرحلة التي قال عنها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما شبهت الشباب إلا كشيء وقع على كم ثم مضى. هذه المرحلة التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا شابا. تعالوا بنا لنتحدث عن هذه المرحلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية أخرى عن 5، ومنها شبابه فيما أفناه. تعالوا بنا لنتحدث عن هذه المرحلة التي رتاها الشعراء فقالوا: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكا ولا النحيب، فيا أسفاه على شباب نعاه الرأس الخصيب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى الورق الخصيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أيها الأحبة الأكارم، تعالوا بنا لنتحدث هذه اللحظات عن هذه المرحلة. وما الذي دفعني للحديث عن مرحلة الشباب إلا ما نراه في زماننا من أحوالهم، إلا ما نراه في زماننا من تقلبات وأحوال الشباب. تعالوا بنا لنتحدث عن الماضي ولو قليلا، ثم نربطه بالحاضر، ولنفرق بين حال الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بين همم العظماء والشباب في ذلك الزمان، وبين زماننا هذا. تعالوا بنا أيها الأحباب لننظر. اسمعوا إلى معاذ رضي الله عنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. أحبتي، كم كان عمر أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام؟ لم يتجاوز 20 عاما. يا شباب الحق، يا شباب الإسلام، يا شباب اليوم، إن الذي كان عمره لم يتجاوز 20 عاما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. بل انظروا أيها الأحباب إلى سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن، فرحت الملائكة بقدومه، نزل 70,000 ملك من السماء ليشيعوا سعد. كم كان عمر سعد؟ كان عمره 35 عاما لما مات، كان في مرحلة الشباب. اسمعوا أيها الشباب، اهتز لموته عرش الرحمن، نزل 70,000 ملك ليشيعوه في عمر 35 عاما. يا أحباب أيها الشباب، مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام، لم يتجاوز عمره 20 عاما، لم يتجاوز عمره 20 عاما. بعث ملك فرنسا في يوم من الأيام إلى بلاد الأندلس، إلى تلك المدائن العظيمة، إلى ذلك الصرح العظيم الذي كان لنا يوما فضاع. كيف ضاع؟ اسمعوا كيف ضاع، كيف ضاعت الأندلس، وكيف هذه البلاد العظيمة التي كانت مضاءة بالمصابيح، بينما كانت أوروبا لا تعرف المصابيح. كان الشباب في الأندلس في المعاهد الكيماوية، وكانت الأندلس مرصوفة شوارعها، طرق الأندلس كانت مرصوفة شوارعها. أما المياه الجارية أعزكم الله فكانت تمضي وتجري في شوارع أوروبا، والأندلس شوارعها مرصوفة. بعث في ذلك الزمان ملك فرنسا إلى من؟ إلى الأندلس، بعث جاسوس ليراه، فذهب فوجد شاب من الشباب يبكي، فسأله: لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأن السهم الذي كنت أتدرب عليه لم يأتي في مكانه. كان يتدرب على رمي السهام، فكان يبكي لأن السهم لم يأتي في مكانه. فعاد إلى ملك فرنسا، قال:
والله لا نستطيع أن نأخذ الأندلس، لكن انتظروا علي. فأرسل لبلاد الأندلس النساء، وأرسل لبلاد الأندلس الخمر والراقصات والغانيات، ثم أرسل نفس الجاسوس قال له اذهب وارقب لي بلاد الأندلس. فذهب إلى بلاد الأندلس ودخل فيها، فوجد بعض الشباب يبكي. أحد الشباب يبكي، قال له لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن الخاتم الذي في أصبعي الذي أعطتني إياه حبيبتي قد سقط في البحر حينها عاد إلى ملك فرنسا. قال الآن نستطيع أن نحتل الأندلس، الآن نستطيع أن نأخذ الأندلس. وضاع إرث عظيم من بلاد المسلمين. لما ضاع الشباب وقف أحد القسيسين في شوارع إيطاليا، ماذا يقول؟ وقف أمام الشباب قال لهم إلى متى؟ إلى متى ستتقلدون بالعرب؟ إلى متى ستلبسون كما يلبس العرب؟ هذا ماضي عظيم أيها الشباب، يا شباب اليوم، يا شباب زماننا. وقف هذا القسيس ليقول لشباب أوروبا إلى متى ستتقلدون بالعرب؟ إلى متى ستلبسون كما يلبس العرب؟ أما آن لكم أن تتحضروا؟ أما آن لكم أن تتطوروا؟ كان عندهم الشرف العظيم أن يتقلدوا بنا، كان عندهم الشرف العظيم أن يلبسوا كما نلبس. يا لزمان مضى وغادر وانصرف. بل قال أحدهم، كان الواحد منهم إذا أراد أن يقول لحبيبته أحبك، كان إذا أراد أن يتفاخر أمامها كان يقول لها أحبك بالعربية، ما كان ينطقها بالإنجليزية، إنما كان ينطقها بالعربية حتى يتفاخر أمام حبيبته. أحبتي، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ذهبت غزوة بقيادة أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تحت قيادة هذا الجيش طلحة والزبير وسيف الله المسلول خالد بن الوليد، وكان نائب أبو أيوب الأنصاري يزيد بن معاوية. كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ كان عمره 14 عاما. نائب أبو أيوب الأنصاري عمره 14 عاما. اليوم الواحد من الشباب يبلغ 14 عاما و20 عاما و25 عاما. ماذا يصنع شباب اليوم؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. اذهبوا إلى المواقع الاجتماعية، اذهبوا إلى اليوتيوب، اذهبوا إلى تلك المواقع لتروا حال كثير من شبابنا. 14 عاما نائب أبو أيوب الأنصاري. فقبل أن يموت أبو أيوب الأنصاري قال يا يزيد، يا يزيد، إن أنا مت فادفني على أسوار القسطنطينية. وصية أبو أيوب الأنصاري أن يدفن عند أسوار القسطنطينية. فمات أبو أيوب، فحمله يزيد 14 عاما، كان نائب القائد، فلما مات أصبح القائد، وتحت قيادته من؟ طلحة والزبير وسيف الله المسلول خالد بن الوليد، يقودهم شاب لم يتجاوز 14 عاما. فذهب إلى أسوار القسطنطينية وأراد أن يحفر لدفن أبي أيوب الأنصاري، فخرج له ملك روما. قال من هذا؟ قالها بلغة الاستحقار والاستهزاء. 14 عاما. قال من هذا؟ قالوا هذا يزيد. قال ماذا تريد يا يزيد؟ قال هذا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أن يدفن هنا. فقال ملك روما يا يزيد، يا يزيد، إن دفن هنا سأخرجه من القبر وأدفع به إلى الكلاب وإلى السباع لتأكله. فكان يومها يزيد واقف فجلس استحقارا لملك روما، ثم نظر إلى ملك روما قال أقسم بالذي أعظمه أنا ولا تعظمه أنت، أقسم بالذي أعظمه أنا ولا تعظمه أنت، وأقسم بالذي أوصى من أجله أن يدفن ها هنا، إن نبشتم قبره لا أدع يهوديا ولا روميا على وجه الأرض إلا قتلته. لا أدع روميا ولا يهوديا على وجه الأرض إلا قتلته. فجاءه ملك الروم قال يا يزيد بحق المسيح،
يا يزيد بحق المسيح لأكونن أول من يحفظه ويحرسه لكم، لأكونن أول من يحرسه ويحفظه لكم. شباب الإسلام للحق عودوا، فأنتم فجره الزاهي وبكم يسود. شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره الزاهي وبكم يسود. هكذا كانوا يا أحباب 14 عاما يجلس أمام ملك روما ليخضعه أمامه. فنتمنى وما زلنا نتمنى أن يبعث الله لنا شبابا ورجالا كهؤلاء الذين قال عنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذين قال عنهم عمر رضي الله عنه يوما لما قال لأصحابه تمنوا، قال بعضهم أتمنى ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله، قال الآخر أتمنى ذهبا وفضة أنفقها في سبيل الله، أتمنى مالا أجهز فيه جيشا في سبيل الله. قالوا أما أنت يا عمر فماذا تتمنى؟ أما أنت يا أمير المؤمنين تمنى كما تمنينا. فقال عمر ما تمنى الذهب ولا تمنى الفضة، لأن عمر يعلم أن ميراث هذه الأمة في شبابها، إذا ضعف الشباب ضعفت الأمة، وإذا قوي الشباب قويت الأمة، ولن تعود هذه الأمة إلى الطليعة إلا إذا عرف الشباب أهدافهم، إلا إذا جاء الآباء والمعلمين والمرشدين والمربين في زماننا ليصنعوا الأمل في قلوب الشباب. كما كانت تقول سفيان الثوري رضي الله عنه، تقول يا سفيان تعلم العلم وأنا أكفلك بمخزلي، تعلم العلم وأنا أكفلك بمخزلي. نعم لن تعود هذه الأمة إلى الطليعة إلا بعد أن يعود الوالد ليزرع الأمل في قلب ابنه، ويعود المعلم في الجامعة ليزرع في قلوب شبابه ألا يتقلدوا بالفنانين والتافهين والراقصين، وإنما يتقلدوا بعظماء. كما قالت صلاح الدين يوما لصلاح وهو صغير، قالت يا صلاح أنت الذي ستفتح المسجد الأقصى. كبر وهو يسمع صوت أمه وهي تقول له أنت الذي سيفتح المسجد الأقصى. نريد معلما، نريد موجها، نريد والدا، نريد مربيا كمعلم محمد الفاتح القراني رحمه الله. كان يأخذ محمد الفاتح وهو صغير، محمد الفاتح الذي فتح أسوار القسطنطينية، كان يأخذه وهو صغير إلى أسوار القسطنطينية على شاطئ البحر، وهو يخبره عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي سيفتح أسوار القسطنطينية، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فيقول له القراني أنت الأمير يومها، أنت الأمير يومها. فكبر على هذه الكلمات، فصار محمد الفاتح هو الذي فتح أسوار القسطنطينية. كم نحن بحاجة إلى مربين يزرع هذه النماذج، يقف أمام ولده ليقول له أنت صلاح لما تكبر، أنت نموذج من عمر، ليس أنت نموذج من الفنان ومن الراقص ومن اللاعب ومن غيره. لما غابت هذه التربية عن بيوتنا وأصبح القدوات في زماننا كلهم قدوات مزيفة. انظروا إلى القدوات في زماننا، افتحوا القنوات الفضائية التي اليوم هي بمئات الآلاف على الشاشات وعلى التلفزيون وعلى المواقع الاجتماعية. من هم قدواتنا في زماننا؟ من هم قدواتنا في زماننا؟ من هم؟ انظروا إليهم في زماننا. فقال عمر أما أنا فإنني أتمنى ملء هذا البيت رجالا كخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وأبي عبيدة بن الجراح. أتمنى من هذا البيت رجال. نعم الأمة بحاجة إلى رجال، ليس بحاجة إلى مال، لسنا بحاجة. ماذا لما كنا ننتصر ووصلنا إلى حدود الهند والسند كنا نملك المال؟ لما كنا أمة وخلفنا كل الأمم وكنا نقود قطار الأمم، كان معنا مال، كان معنا اقتصاد، ما كنا نملك إلا رجال كخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وأبي عبيدة بن الجراح.